إلى العاصمة الصومالية مقديشو التي صنفت بحسب دراسة أمريكية في المرتبة الثانية من حيث النمو العمراني والسكاني بعد مدينة باتام الإندونيسية. ويرجع خبراء ومراقبون أسباب هذا النمو إلى تحسن الوضع الأمني نسبيا في العاصمة الصومالية، إضافة إلى عودة الكثير من المغتربين الصوماليين من الخارج واستثمار أموالهم في مجالات أدت إلى تنشيط الاقتصاد في مقديشو. مراسلنا جامع نور يعرفنا على التغييرات التي شهدتها العاصمة الصومالية في السنوات الأخيرة. مفاجأة من العيار الثقيل لم يتخيلها أحد لمدينة لم تعرف خلال العقدين الماضيين سوى بحروبها ومعاركها الدامية التي أدت إلى مقتل آلاف الصوماليين وتشريد مئات آلاف آخرين. فقد خلص تقرير لمجموعة ديموغرافيا الأمريكية نشرته جريدة الجارديان البريطانية إلى أن مقديشو أصبحت ثانية مدينة في سرعة معدل النمو السكاني بعد مدينة باتام الإندونيسية، وأن عدد سكانها زاد عن 2,000,000 سنة. سنوات الحرب الطويلة التي أثقلت كاهل المدينة وأهلها ساهمت أيضا بشكل غير مباشر في توسعة المدينة وامتداد حدودها الجغرافية. فوفق معلومات بلدية العاصمة فإن مساحتها العمرانية قبيل سقوط الحكومة المركزية عام 91 لم تتجاوز 10 كيلومترات طولا ونحو 5 عرضا، بينما بلغت اليوم 25 كيلومترا طولا و19 عرضا. مرت عمليات توسعة المدينة بمراحل مختلفة خلال فترة حكم العسكر بين عامي 69 و 91، غير أن التوسعة الحقيقية بدأت بعد سقوط الحكومة الصومالية، فبينما كان الآلاف ينزحون كان غيرهم يدخلون، بعضهم للمشاركة في الحرب الدائرة في المدينة وبعضهم بسبب موجات الجفاف والقحط المتكررة. أسباب كثيرة يعزوها المتابعون للتوسعة العمرانية التي تشهدها المدينة بعد تحسن الأوضاع الأمنية وانتهاء المواجهات المباشرة بين الحكومة والقوات الإفريقية الداعمة لها من جهة وبين مقاتلي حركة الشباب من جهة أخرى خلال السنوات الأخيرة، ما أتاح المجال لآلاف الصوماليين من النازحين أو المغتربين للعودة إلى المدينة وبدء إعادة ما دمرته الحرب. لا صوت يعلو فوق أصوات البناء، وكأن مقديشو قررت هذه المرة إزالة التشوهات التي تركتها الحرب على جبينها رغم بعض التحديات التي لا تزال تطوقها. المهندس عثمان أحمد عاش طويلا في المهجر وقرر أخيرا العودة إلى مقديشو وتأسيس شركة مقاولات يعمل فيها صوماليون وأجانب. فمجال البناء غدا أكثر المجالات نشاطا وحيوية في العاصمة، وبات يستقطب المستثمرين الصوماليين يوما بعد يوم. والله في ازدياد، الناس تبنى، يعني في ناس يرجعون من الخارج، يعني من الصوماليين من الخارج يرجعون يريدوا ان يبنون بيوت جديده، وفي صوماليين من الداخل يريدوا يبنون بيوت، يعني في طلب كثير، يعني في طلبات كل شهر شهرين في طلب ناس يجي يبنوا لنا فيلا، في احياء سكنيه، هذا حي سكن، يعني هذا يعني مشروع جديد في الصومال. ومع الطفرة العمرانية والتوسعة السريعة التي شهدتها المدينة في الفترة الأخيرة تبقى هناك معوقات وتحديات، فما يزيد عن 80% من طرقات المدينة لا تزال مدمرة، والقليل المتبقي الذي تم ترميمه بمساعدات خارجية يشهد اختناقات مرورية تجعل التنقل فيها أمرا صعبا للغاية، كما أن انهيار شبكة الصرف الصحي وغياب التخطيط الحكومي للتوسعة العمرانية الجديدة تضيف عبئا كبيرا على مشاريع التوسعة. تحد يشكل مع الهواجس الأمنية الحاضرة دائما عبئا على كاهل الحكومة ويحملها مسؤولية كبيرة للقيام بدورها من أجل اللحاق بالقطاع الخاص الذي يسعى لتغيير وجه العاصمة بعد سنوات طويلة من الإهمال والنسيان. مقديشو عروسة المحيط الهندي بطابعها الإفريقي، ساحرة وأنت ترقبها من علٍ وهي تنفث عن نفسها غبار الحرب وتشوهاتها وتحاول جاهدة استعادة بعض أمجادها القديمة. جامع نور لبرنامج مراسل الجزيرة، مقديشو.